السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة. اليوم عندنا حصاد. بنعرفكم اليوم على حصاد دوار الشمس. طبعا الناس يسمونه دوار الشمس. طريقة حصاد عباط الشمس ان شاء الله اللي هو بعد ما يكمل شهرين ونص يبدأ الحصاد. طبعا كيف تعرف انه انتهى ونضج؟ بعد ما تصفر الاوراق حقته وتضمر اللي هي الزهرة الصفراء يعتبر جاهز. الان هذا طبعا فصل بعد ما تنظف الزهرة الصفراء الموجودة الناشفة فوق تطلع لك زي كذا. هذه هي. سبحان الخالق، شايفة كيف يطلع؟ هذا الفصوص الموجود داخلها. سبحانك يا رب. الآن بسم الله ما شاء الله. طبعا هذا كامل طلع من وحده. شايفين كيف تطلع زيت دوار الشمس في السناب الجاي. دوار الشمس طبعا يطلع من هذه تعصر. شايفين هذا اللي باقي، هذا هو اللي يعصر، وهذا اللي يطلع منها دوار الشمس. وهذا هو ما طلعنا من حبة واحدة. طبعا هنا باقي عندنا طبعا واحدة بس انها اصغر من السابقة. كيف تعرف؟ شوف هذا هو نفسه الحين طلع. وهنا ما شاء الله باقي فيه ضربة واحدة بس انها اصغر، يعني لسه صغيرة بس برضه ممتازة. شوف سبحان الله، هذه واحدة وطلع منها هذه طبعا النص وسط. طبعا هذه الصغيرة. ليش هذه طلعت صغيرة؟ طلعت هذه صغيرة لأن الأرضية اللي هي مزروعة فيها غير صالحة للزراعة. هذه لا بأس، هذه الأساسية الكبيرة اللي هي طلع منها هذا. سبحانك ربي. شوف سبحان الله، بعد ما قصيناها من جوا هنا زي القطن. دخل يدك، هذا اللي فيه الزيت. شفت الزيت دوار الشمس هو موجود في داخل هذا. الزيت نفسه يطلع من هنا، من هذه المواقع. سبحانك ربي لا إله إلا أنت. معلومة وإن شاء الله إني أفدتكم.